ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ عودة بعد غياب دم كتير قوي، يعني ما شاء الله علينا. النهارده هنعمل مع بعض غلاف الانجليزي اللي قدامكم دوت، وهو تكملة لسلسلة كورس تصميمات المدرسين الاحترافي اللي احنا بدأنا فيها بالفعل، وعملنا وخدنا شوط كبير قوي، بس للاسف ما عرفناش نكملها بسبب الضغوطات. فالنهارده جايين نعمل الغلاف اللي قدامكم دوت، وان شاء الله راجعين بشويه حاجات طرش جامده جدا 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 بدون اي مبالغه حرف. فمش هقول لك بقى لايك وكومنت والكلام ده كله، انت هتعمل لايك من نفسك جدعنه واخويه. وفي نفس الوقت لو عايز برضو اي حاجه تانية، اي ماده، اي حاجه نفسك فيها لها علاقه بالتصميم، اكتب لي في الكومنتات وملكش دعوه، وهتلاقيني بالفعل نفذتها لك. نخش بقى في التطبيق العملي ونعرف هنعمل الغلاف ده ازاي مع بعض. اول حاجه هنيجي من نيو ونختار السايز بتاعنا اللي احنا بقى خلاص حفظناه، عباره عن A3، ونخليها بالسنتيمتر، وبعد كده نخلي دي 30 وديت 43، ونخلي المقاس بالعرض. وطبعا الالوان بتاعتنا CMYK المعتاد يعني، ونعمل كرييت. وهنيجي من هنا فيو، جايد، نيو جايد لاي اوت، ونخليها 1 سنتي من جميع الجهات. انا عايزك تحفظ بقى الخطوات ديت عشان مش كل مره هنعملها سوا. بعد كده ندوس كنترول ار، ونسحب المسطره بالشكل ده، ونخليها في النص. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب يا عم صلي على النبي دلوقتي بقى، عشان عايز اقول لك على حاجه. لو احنا في الحاله مثلا بتاعتنا دي ما نعمل غلاف انجليزي، عامه الوش بتاع الغلاف بيبقى هو ده الوجه، وده الظهر. حلو. فانا دلوقتي وش الغلاف ده في حاله ان كان الغلاف عربي، علوم، اي حاجه غير المواد الاجنبيه، انجليزي، ايطالي، الماني، الكلام ده كله. تمام. في حالتنا دي هيبقى الغلاف الناحيه التانيه بالشكل ده. حلو الكلام. هنبتدي بقى نظبط المقاس بتاعنا بالظبط ان هو يبقى على قد الوش بالسنتافيكوس، وبعد كده ندوس اوكي. دي الملحقات اللي احنا هنستخدمها برضو في غلاف النهارده. خلي بالك ان انا حاطط لك كل الملحقات، من خطوط، فونتات، كل اللي انت نفسك فيه مع جدو هتلاقيه. بس بشرط عشان تحمل الحاجات ديت لازم أن تكون عامل سبسكرايب، لان هو اللينك بيشترط عليك كده تعمل سبسكرايب، تلاقي اللينك بتاع التحميل اتفتح. فاعمل سبسكرايب، وانا هقول لك في اخر الحلقه ازاي تحمل من لينك التحميل لو انت برضو مش عارف. المهم هنيجي عند اول حاجه ونختار باليتة الالوان ونجيبها عندنا في التصميم بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. نبتدي نغير اللون بتاع الوش بتاعنا ونخليه بالدرجه دي. تمام. انا مش مستخدم 4 الوان، انا مستخدم لون واحد ولكن بدرجاته الاربعه من الافتح حتى الاغمق. حلو. هنخلي الدرجه هنا اللي هي بتاعه الوش مش افتح درجه، يعني مش الدرجه اللي هي الفاتحه قوي ولا الغامقه قوي، انا عايز الدرجه دي اللي هي ما بينهم. تمام. وبعد كده هدوس على اداه الجريدينت، وهاجي من هنا من اداه الماسك، وابتدي اديها جريدينت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده وانا واقف عليها هدوس كنترول جي عشان اعمل منها طبقه تانية، واخلي الطبقه دي بلون اغمق شويه. وبعد كده هعمل برضو من اداه الجريدينت يبقى جريدينت بالشكل ده. تمام. وممكن برضو اللون اللي هو الفاتح ده اسحبه فوق شويه. بعد كده هجيب الشكل اللي معانا ده وابتدي اصغره كده، اخليه على قد الوش بالظبط. تمام. تمام زي الفل. بعد كده اخلي اللون بتاعه مالتيبلاي عشان يبقى ايه، الباك جراوند بتاعته بدل ما هي كانت بيضة لا تخش معانا كده، والالوان تبقى فيها جريدينت وشكلها لذيذ. هنجيب الشخصية ديت ونبتدي من كنترول تي، ونبتدي نصغرها بالحجم ده مثلا كده. تمام زي الفل. شكلها حلو كده. دلوقتي هنيجي ونكتب اسم الملزمة بتاعتنا، واللي هي في حالتنا دي اسمها اكسلان. وبالمناسبة الفونت دوت اسمه يونيفرسال حاجة كده، مش عارف بصراحة، مش فاكره قوي. بس هو فونت جامد قوي يعني، انا حتى جربت اكتب بيه كذا كلمة لقيت شكلهم جميل، فاهم؟ فهو فونت جميل تقدر تستخدمه، وهتلاقيه برضه في الملحقات. طبعا واحنا واقفين عليها بقى هنجيب اي فونت، اي فونت حرفيا، مش اي حاجة، المهم ان هو يبقى فونت عادي عشان نكتب سيريس اوف، يعني سلسلة الاكسلنت مثلا في الانجليزي، فاهم؟ هنختار اي فونت، انا مش هيفرق معايا نهائي. تمام. اهم حاجة بس ان هو يكون فونت عادي كده. وبعد كده ايه، هزود المسافات بين الحروف بالشكل ده. وبعد كده اروح جاي ايه، مصغرها حبة ومخليها هنا، وعامل منها دبليكيت ومخليها تحت، وهكتب عليها in English. تاني حاجة ممكن نعمل الشيب اللي هو هنا، اللي هو بيقول ان الكتاب دوت جديد ومش جديد وكده يعني. هنخليها بأي لون، هنخليها بالدرجة الفاتحة ديت، ونخليها كيرف شوية عشان ايه،
او الغلاف كله يبقى واخد معانا كيرفات بشكل عام. ففي الخانه ديت هبتدي ان انا اكتب كلمه مثلا نيو، وابتدي ان انا اصغرها شويه بالشكل ده واقلبها كده يعني زي الفل قوي. خليها فوق هنا كده واديها اي لون، اديها الدرجه الغامقه من البني برضو، ممكن اديها الدرجه دي ولا تزعل نفسك. حلو. طيب يا معلم، دلوقتي عشان خاطر احنا كده نجيب الاشكال ديت نحددها كلها ونعمل لها كنترول جي عشان تبقى دوت جروب ونسميه فرونت. خلاص ده كده يبقى عندنا الوش والظهر هنعمله على جنب. دلوقتي عشان الالوان ديت برضو ما تشتتناش كده وتبقى قدامنا خلال التصميم واحنا بنشتغل في الظهر، ونقعد ننقلها من الوش شويه للظهر، فلا في طريقه احسن، وان احنا هنستخدمه في سويتشز لو مش لاقي من هنا هتلاقي من ويندو، هتلاقيها موجوده في اي في الحاجات ديت، انت دور وهاتها. المهم حبيب قلب، وانت عليها بتجيب مثلا اللون، بتحدد اللون ده، بعد كده تعمل علامه الاد وتدوس شيل دي وتدوس اوكي، فهو اهو ضاف لك اللون. بعد كده تحدد اللون التاني وتدوس اوكي ضيفه، فيبقى بص عمال بيضيف لك الالوان. انا بالفعل كنت ضفت الاربع الوان اللي احنا عملناهم. المهم هنيجي دلوقتي برضو ونجيب المربع ونبتدي نعمل الجزء بتاع الظهر. نبتدي بقى ايه، نحدد الالوان زي ما انا قلت لك، بالموضوع هنا هيبقى اسهل بكتير. اختار لي هنا الدرجة الغامقة، تمام، وهات اداة الجريدينت وحط الماسك بتاعنا، وهات لي البتاع من تحت بالشكل ده، تمام، واعمل منها دبل كليك عن طريق كنترول جي. الغي الماسك بقى ونزله تحت كده، وخلي الدرجة بتاعته الدرجة الفاتحة اللي هي دي. فيبقى احنا كده عندنا ايه، الدرجة هي الكاملة، وعملنا جزء بس ايه غامق تحت. دلوقتي هنجيب الصورة دي عشان نحطها جوه الغلاف، تمام، هننزلها تحت شوية كده تبقى ايه بين البنين، ونخليها الت عشان ندخلها جوه اللاير ديت، تمام، يبقى عندنا بالشكل ده. طبعا انت بقى ممكن تحود وتلعب والكلام ده كله، بس انا عايزك تعملها بالطريقه دي، تخليها ان هي على الاخر كده عشان يبقى خاطر المنظور مكمل بعض. هتقول لي منظور ايه؟ هقول لك مش تحس ان المبنى دوت متكمل مع المبنى ده؟ هتقول لي لا مش حاسسها قوي. اقول لك مش عادي، ما تحسهاش دلوقتي، نكمل شغلنا وهتشوف في الاخر. وهنيجي بس نقف عليها كده، وبرضه ممكن نديها حته مسكاي عشان الجزء اللي تحت دوت المفروض ان هو ما يبانش، بس هنسحب الماسكاي بالعكس يعني بالشكل دوت. جميل جدا. هنبتدي بعد كده ممكن برضو نقللها شوية، يعني ممكن نخليها 90 ولا حاجة. وهبتدي من الأداة الريكتنجل برضو ان انا اعمل ايه، مربع، بس مش مربع، اسف، مستطيل طويل كده، تمام، ما بين الغلاف الوش والظهر بالشكل ده. واخلي مثلا المستطيل دوت باللون اللي هو الدرجة الافتح خالص دي. بس عايزك تخلي بالك من حاجة وانت شغال، الجزء بتاع الوش اللون فيه فاتح، فالجزء دوت ما ينفعش يبقى فاتح. الجزء بتاع الظهر غامق، فالجزء ده ينفع يبقى فاتح. فاهم حاجة؟ دي بقى المبدأ التاني اللي احنا هنستخدمه النهاردة، اللي هو الكونتراست. فانا هحتاج ان انا اقسم الشيب دوت لشيبين زي ما احنا عملنا هنا. يعني انت بص خد بالك هنا، خلينا الجزء ده غامق والجزء ده فاتح عشان دوت الخاص بالظهر ودوت الخاص بالوش. فهنيجي دلوقتي ونقسم الجزء دوت لجزئين بالشكل ده، وادوس كنترول اي، بعدين ادوس كنترول جي عشان اعمل منه نسخة تانية، وبعد كده كنترول اي، واجي للجزء ده واخليه غامق. يعني الموضوع ببساطة ان انا قسمت الشيب اللي عندي دوت لجزئين، جزء هنا وجزء في الظهر. فيبقى عندي الشيب دوت بالشكل ده، الجزء دوت غامق عشان الخلفية فاتحة، والجزء ده فاتح عشان الخلفية غامقة، فيبقى عندي كونتراست مناسب. بعد كده هجيب صورة التلفزيون اللي عندنا ده، تمام، وابتدي اصغره بالشكل ده، مش قوي يعني كده، ممكن يكبر شوية يعني كده مناسب وزي الفل. وهجيب برضو اللايت اللي انا مستخدمها في الغلاف عندي واللي هي دي، واخليها تحت التلفزيون، ولكن اخلي المود بتاعها سكرين، وانزلها بالشكل ده وكأن ايه في ضوء نازل على التلفزيون، تمام. بس انا مش حابب الضوء اللي فوق، انا حابب الظل بتاعه بس. فانا هروح جاي كده دايس ماسك، واروح جاي خافي ايه الجزء اللي فوق. انا محتاج بس بالنسبه لي في الحاله دي الجزء اللي تحت بس، تمام. ولو مثلا تحت التلفزيون كده او وراه حبيت تضيف اي اضاءات اي حاجه، عادي، هات الفرشه الناعمه وكبر السايز شويه بالطريقه دي واديها، بس هات لون فاتح، يعني هات اللون دوت الدرجه الفاتحه دي كده مناسب. واحده
ممكن هنا التانية ويبقى او التانية دي اظبطها اكتر كده، ونخليها سكرين اوفرلاي. في الحالة دي الاوفرلاي شكله جميل بصراحة ومناسب. تمام. تمام. بعد كده فوق اللاير بتاع التلفزيون بتاعنا انا هبتدي ان انا اعمل شيب يكون داير ما يدور، اللي هو يكون في التلفزيون ذات نفسه. فهبتدي اسحب بتاع الاداة المربع بالشكل ده. تمام. واصغرها حاجة بسيطة كده من جميع الجناب، يعني اخلي ايه بس حيز صغنون قوي من جميع الجناب، بس بالطريقة دي. واسحب دي كده بالشكل ده الحواف بتاعتها عشان تبقى ايه كلها مستقيمة ومناسبة. بعد كده هجيب الصورة التانية اللي عندنا واللي هي دي، وابتدي اصغرها بالحجم ده عشان ديت هتبقى جوه الشيب اللي عندنا ده. فاحنا واقفين عليها ندوس الت عشان نعمل له ايه ماسك جوه اللاير بتاعتنا. حلو. وممكن نصغر السايز بتاعه شوية بالشكل ده كده. جميل جدا. بس حاجة زي كده شكلها روعة. فيبتدي الغلاف ايه تبان له ملامح معانا. هندوس واحنا واقفين على اللاير برضو بتاعت الباص ديت، هندوس كنترول جي عشان نعمل منها نسخة تانية، ومن أداة السلكشن الاوبجكت هنحدد الجزء ده، هو تلقاه هيعمل سلكشن لأداة للباص عندنا، وندوس على الماسك. خلاص مع السلامة البتاع اتحدد. فخلاص احنا عملنا اللاير الأولى ودخلنا جواها اللاير ديت، وبعد كده عملنا اللاير ده عشان يدي شكل 3D وكأن البتاع خارج من التلفزيون. فاهمني؟ هنبتدي بقى نضيف الشكلين عندنا في الغلاف اللي هم دولت، وهقول لك ازاي دلوقتي واحده واحده. الجزء هبتدي ان انا اصغره بالشكل ده واخليه في الناحيه دي. حلو. حلو. مع العلم يعني انا في الغلاف الاصلي انا اللي عامل الاضاءه والظلال بتاعته، وانا اللي عامل الجزء اللي تحت، بس انا مديلكوا في الملحقات جاهز عشان والله وقت الفيديو لما بيطول ناس بتشتكي ويا عم جادو قصر الوقت ومش عارف ايه. فانا بقصر الوقت ما هو على حساب المعلومات اللي انا بقولها، بس الفايده هتعم اكتر كل ما مده الفيديو تزيد وكل ما المعلومات فيه تزيد. بس اللي هيخليني اعمل حاجه زي كده هو انتوا. فانت انزل في الكومنتات قول لي المده كويسه، زود يا جادو، اعمل عايز كذا بتاع، يعني دوس وعرفني رايك وعرفني انت محتاج ايه وانا هنعيد. بعد كده هاجي عندنا الايكون اللي انا برضو هتلاقيني رافعها لك، هسحبها بالشكل ده. تمام. وهحطها هنا كده. وبس كده يبقى احنا عملنا الجزء بتاع الايكونز. ممكن برضو ايه عشان يبقى منطقي اكتر نروح جايبينها كلها ايه بالشكل ده، حاطينهم في جروب. هنيجي بقى للجزء التاني بتاع الغلاف واللي هي الحتة ديت. فاحنا هنجيب دلوقتي فونت امباكت، نكتب كلمة انجلش بس نخليها فونت امباكت، ونخلي الحروف بتاعتها كلها كابيتال، ونديها الدرجة الفاتحة اللي هي دي. تمام. ونحطها في الجزء ده، او ممكن نخليها الدرجة اللي هي ايه دي عشان ديت احلى من الفاتحة قوي. ونخليها بالشكل ده، ونروح جايين مثلا ايه مدينها حتة فرشة من هنا وحتة فرشة من هنا، بس ازود دي كده يعني ايه فرشة بالعقل، او قلل الاوباستي او الفلو، وابتدي ايه ان انت اعمل الجزء ده. اتأكد ان الفرشة تكون باللون الاسود. بس يا معلم احنا عملنا اللقطايه ديت برضو، بتدي على فكره شكل جمالي يعني في التصميم وكده. هبتدي بعد كده الفونت بتاع كلمه انجلش اعمل له دبليكيت برضو، وبعد كده اكتب بيه محمد، او مثلا خليها مستر محمد جادو، ونبتدي بقى ايه نضمهم على بعض بس شويه كده بالطريقه دي، ويبقى زي الفل قوي. صغرها. تمام. كلمه محمد جادو انا اخليها بكونتراست عالي. يعني ايه كونتراست عالي؟ يعني انا اخليها باللون الغامق قوي، والكلمه مستر اخليها باللون الفاتح. وهاجي بعد كده تحت كلمه محمد جادو ديت اروح جاي اعمل شيب عندي بالشكل ده، وهديله برضو اي لون فليكن اللون الغامق، وابتدي بقى احط جواه الارقام والواتس، احط جواه رقم الواتس. كويس قوي ان حصل قدامنا مشكله زي اللي انتوا شايفينها ديت، وهي ان الارقام اتشقلبت. عالج المشكله دي ازاي؟ بص، الفوتوشوب الحديث بصراحة بقى يريح القصة ديت عن الأول. كان الأول من هنا ومن باراجراف وبتخش في قصة كده، دلوقتي بقت من البروبرتس، وكانت من هنا ميدلست تقريبا. أيوة، واعكس دي كده، هتلاقي برضو إن هي لسه ما اتعملتش. عادي خليها زي ما هي، دوس على الثلاث نقط وهتلاقي هنا رايت تو ليفت أو ليفت تو رايت أهي.
اول ما دوست عليها خلاص الارقام اتظبطت والرقم عندي بقى زي الفل ومظبوط. دي برضو تركاية كويس انها جت قدامنا عشان ايه نتكلم عليها بالمرة. ونخلي بقى درجة اللون يعني ايه حاجة تكون فاتحة برضو شوية بالطريقة دي. ونحدد التلاتة كده مع بعض كلهم اهو، ونعملهم في جروب ونخليهم بالشكل ده. ممكن نصغرهم سنة كده ونخليهم في الجزئية دي. فاحنا دلوقتي عملنا التصميم اللي قدامكم دوت وخلاص كده التصميم خلصنا. ممكن بس نجيب الكلمة دي excellent ديت ونيجي هنا ونخليها ايه يعني بالشكل ده كده، نحودها كده هتبقى تحت الشيب بتاعنا ونديها اوفرلاي. بس ثانية واحدة كده لفها كده ونخليها بالشكل ده. ونجيب برضو كلمة انجلش ديت نصغرها كده ونخليها برضو ايه اوفرلاي ونحطها هنا. وبس يا عم زي ما انت شايف كده خلصنا الغلاف، لا اكتر ولا اقل ولا في اي حاجة تانية. ممكن بقى كل الحاجات اللي ناقصة حاجات بسيطة جدا، هنجيب الكلمة ديت ونخليها تالتة او تلاتة عشان دوت للصف الثالث الثانوي، ونخليها هنا ونكتب جنبيها كلمة سك بالشكل ده. وبس يا عم دينا الحمد لله خلصنا الغلاف اللي قدامك دوت، والنتيجة زي ما انتم شايفين كويسة جدا. وخلال الغلاف دوت واحنا بنشرحه اتكلمنا عن حاجات زي الكونتراست و... ودلوقتي برضو حابب اتكلم عن حاجة تانية وهي البرسبكتيف او المنظور. تمام. المنظور بيقول في التصميم اللي عندنا دوت ان كل العناصر بتشاور الاتجاه ده. يعني انت خد بالك كده من كل حاجة هتلاقيها بتشاور في الاتجاه ده. تمام. فده بيصنع عندنا برسبكتيف كويس جدا وبيخلي ان المنظور دوت هو واخد السبوت الاساسي. تمام. وكذلك برضو هنا فتلاقي ان ده بيشاور على الجزئية دي وده بيشاور على الجزئية دي، فتلاقي ان الشيب دوت بتاعنا بارز وواضح. ده غير برضو ان الشكل اللي هو عندك ورا ده بتاع المبنى تحس ان هو جاي كده مكمل كده فاهم، فخلق ترابط من الوش والظهر وخلى الموضوع متناسق. تقول لي يا راجل الكلام ده بجد؟ يعني هقول لك يا باشا تعالى نجرب مش هنخسر حاجة. هنبتدي دلوقتي نلعب في التصميم شوية. اول حاجه انا عايزك الخلفيه اللي ورا ديت هدوس كنترول تي وابتدي ان انا اعكس اتجاهها. اهو عكست اتجاهها فاهم. الشكل متناسق؟ لا مش متناسق. طب ما نجيب ده كده. هتقول لي يعني بقى احسن شويه. ممكن بس ايه نصغر الشاب ده كده سنه. يعني ممكن بقى نجيب الكلام دوت نخليه في الجزء دوت عشان الجزء دوت فاضي فيبقى عندي ايه ملينا الجزئيه دي. تمام. مع العلم انها يعني مش احسن حاجه بس دينا بنجرب سوا عشان نوصل ايه لنتيجه كويسه وبرضه افهمك النقطه اللي انا بتكلم فيها اكتر. فدلوقتي احنا عملنا الجزئيه ديت وهنيجي بقى في الظهر نبتدي مثلا نغير في شكل الخلفيه نخليها بالطريقه دي، ونبتدي نجيب الاجزاء ديت مثلا بتاعت الشيب اللي عندنا ده وابتدي اعكس ديت تكون برضو بالشكل ده هعكسها الناحية التانية وابتدي ان انا اصغر الماسك بتاعي اللي هي ديت او اللي هي دي بمعنى اصح كده. دلوقتي احنا يعتبر خلصنا الغلاف بس عكسنا البرسبكتيف، عملنا برسبكتيف مختلف عن التاني تماما. حلو منظور مختلف. فاللي حصل في الغلاف دوت ان ما بقتش الحاجة زي ما احنا شرحناها بالاول. يعني احنا بص لو تفتكر الاول كانت العناصر الاساسية ايه مختلفة. دلوقتي هنلاقي ان عندنا الشيب دوت الوش اصلا تحس ان هو بقى مختلف عن الظهر. مفيش عامل بيكمله. يعني ما اقدرش اقول مثلا ان ديت مكمله بعض. المنظور دوت تحس ان هو معكوس مش كويس. الاحسن ان ديت تيجي هنا وده يجي هنا لان العين بتميل ناحيه اليمين اكبر. يعني العنصر لو في اليمين وحجمه اكبر العين هتروح له بسهوله اكتر من ان هو يكون على الشمال. تمام. المنظور بتاعنا بتاع الشكل دوت كده وهو جاي كده وده جاي كده وبيشاوروا برضو على المنتج بتاعنا او الحاجه اللي هي موجوده عندنا اساسي هنا. هو ده وضحها وخلى بالفعل شكلها جديد وجميل وحلو. ووضح برضو الكونتراست في الجزئيه ديت فبقى شكلها كويس وخلى الارقام عندنا في حته تانية خالص في جزء تاني وبرضو واضحه وكويسه. انا بالنسبه لي بفضل المنظور الاصلي اللي انا اشتغلت بيه واللي هو عندنا هنا كده بالشكل ده. عشان زي ما انت شايف انا قلت لك في التصميم بتاعنا
العنصر بتاع البيت دوت مكمل بعضه جاي بالطريقة دي، وفي نفس الوقت وهو نازل كده بيشاور على الجزء ده. تمام. فانا بقى عندي زي ما قلت لك الجزء دوت هو المنظور الاساسي، واللي فيه واضح انا بتكلم عن مادة ايه والكلام ده كله، حتى من غير ما اضيف الكلمة دي او اضيف الكلمة دي، هو واضح الغلاف بيتكلم عن ايه. فانا كانت حلقة النهارده خفيفة، ان شاء الله تكون عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منها. وان شاء الله زي ما قلت لكم الحلقات اللي جايه هنتكلم عن حاجات اجمد بكتير واغلفه وشغل تاني متطور. فاتمنى انك تبقى عامل اشتراك ولايك، واشوفكم على خير ان شاء الله.